السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله النهارده هنعمل مع حضراتكم طاجن المكرونه باللحمه المفرومه، طاجن بتاعت المحلات. احنا عندنا مفروم متعصج، لحمه مفرومه واخده بصل، طماطم، جزر اصفر. تمام. ممكن يبقى فيه فلفل احمر، فلفل اصفر، والكلام ده كله. تمام. والبهارات يا شيف؟ والبهارات طبعا هي لحمه مش محتاجه بهارات لحمه، انا بندي ملح جوز الطيب وفلفل اسمر وملح بس. تمام ماشي كده. ماشي. بص كده يا سعلي، انا بدي المفروم. تمام. اللهم صل على النبي. في الارضيه. في الارضيه. اهو حاجات سهله كلها وبسيطه يعني. تمام. وبعد كده بنجيب المكرونه، طبعا ما بنكترش ليه؟ عشان دي هتعتبر مسلوقه بالنشا بتاعها. ولازم نكتر الشوربه بتاعتها او الصلصه، عشان لما تيجي تستوي ما تستويش من تحت، من فوق تلاقيها ناشفه. تمام. بتبقى نايه يا شيف؟ تبقى نايه من فوق. في ناس احيانا بتديها نص سلقه شفح، ده بيبقى صح ولا غلط؟ لا، هي طبعا بالنشا بتاعها عشان تبقى متماسكه، لما تنزلها من الطبق تبقى زي ما هي. ايوه. تمام. اللهم صل على النبي. كل حاجه بالخطوه اهي، وحاجات سهله كلها يعني، حاجات كلها سهله وبسيطه. تمام. اهي المكرونه اي نوع يا شيف؟ والله هنقول لك على حاجه، حتى لو مكرونه قلم شكاير هي ما تنفعش تتسلق، عشان لما بتتسلق بتفلج من بعضها وممكن تعجل، لان يعني بتبقى الجوده بتاعتها اقل من مش هنقول اسماء مكرونات، بس اقل من المغلفه. تمام. بتبقى اقل من المغلفه شويه. طبعا عادي احنا بنشتغلوا بيها، لان هي احنا ما بنسلقهاش، هي بتتني في الطبق زي ما هي يعني. حتى لما بتستوي في الطبق ما بتفلكش مننا او تطرشق وتتفرد. يعني اي نوع مكرونه عادي؟ اي نوع يا باشا. انا بنجيب شكاير فرد. معلش، اصل انت مش هتيجي على الزبون تشترط عليه. طالما انت صنايعي ومتمكن من مهنتك اشتغل باي حاجه وربنا بيسترها معاك ان شاء الله. اللي هيجي لنا نشتغل بيه. ايوه طبعا، ما بلاش يعني تيجي على الزباين، يعني واحده بواحده. تمام يا باشا. اللهم صل على النبي. بص انا عندي هنا صلصه واخده ملح واخده فلفل اسمر. متسبكه ايه؟ متسبكه، بس انا بنخفها بالشوربه شويه. بص كده، ونص صلصه والباقي شوربه. لازم الشوربه تكون عايمه فوق. يعني برضه شوف عرفنا طريقه الصلصه كده. اهي الصلصه انا ممكن نعمل فصين توم وننزل عليها بالصلصه ونخفها بميه، ما فيهاش بشوربه. الشوربه بتحل اللون، تخلي الصلصه صيصه يعني ايه، بحتانه، واخد بالك؟ ملهاش لون. ملهاش لون. لازم تبقى غامقه برضه عشان يبقى الشكل طبعا الطبق حلو. الناس اللي بيقول لك الصلصه اصول تبقى تقيله شويه، احنا شغل الافراح غير البيت يا سعالي. اكيد. واخد بالك؟ انا لو تجلتها شويه في الحر النار اللي احنا فيه ده، واخد بالك، ممكن تريح منه وتضرب. لان انا ممكن نشتغل من صلاه الظهر لحد الساعه 1 بالليل، الساعه 2. واخد بالك؟ بص كده المكرونه كلها اهي. اهو. يعني يا دوبك بنغطي المكرونه. بتغطي المكرونه وبزياده شويه عشان هي هتشرب، ده هي كده تعتبر بتتسلق. اهو. والاصول الشوربه تبقى سخنه مولعه. ايوه. تمام. ما تبقاش مثلا ما تبقاش بارده، ما هي لو بارده هتنزل على المكرونه تخليها تعجن على طول. بس احنا مدفيينها يعني. عاملين 500 طبق النهارده. كميه ما شاء الله. ان شاء الله معانا 3000 فرد. بنعمل لها حمام بخار. هنوري حضرتك خطوه بخطوه. انت عارف احنا ما بنخبيش على حد، الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. في ناس من الفيديوهات دي بتفتح بيوت، وناس بتبقى ظروفها يعني على قدها، فربنا بيكرمها وبتعمل اكل في البيت وربنا بيرزقها عشان ولادها وتصرف عليهم. ايوه. فما ينفعش ان احنا نخبي معلومه. حتى يا اخي بعد الواحد بعد عمر طويل يعني بعد ما يتوفى يلاقي مثلا ناس بتدعي له مش بتدعي عليه. صح. فمعلش انتوا عارفين الحر. الف سلام عليك يا شيخ. الله يسلمك. والجري على البوفيه والرجاله ويلا وكده، فالواحد مجهود طبعا. الحمد لله الحمد لله، ربنا يدوم علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب واسترها معانا. اظن كده سعالي حاجه سهله خالص يعني ما فيهاش اختراع. طبعا يا شيف الاطباق اللي هي الحراري ديت او الطواجن عادي، طواجن البرايم بتبقى حكايه فيها. حكايه قبل كده برضه. ايوه احنا عملنا فيديو بالطواجن. الطواجن الفخار يجي من 8 شهور كده ولا حاجه. كنا في شهر 12 في قريه شليمه في ايطاليا برضه. كنا 5/12. تمام. عند جماعه زايد. وكانت طالعه ما شاء الله. ما شاء الله. وعجبت الناس. فخار يا باشا، مسافه ما بيخش في النار ويغلي بيبقى حاجه. ما شاء الله الله اكبر يعني. اهم حاجه يا سعالي طالما انت متمكن توكل على الله وسيبها لله، والله العظيم ربك بيسترها. برضه الاطباق الفله شيف بتبقى نفس النتيجه برضه، اللي هي الحراري دي. حراري بس برضه مش زي الفخار. بيبقى طعمه احسن طبعا فخار. بس طبعا عشان معانا كميه شيف.
كميه، انت عايز 500 جرام عشان تحملهم في عربيه مع العده، مع 800 طبق و300 طبق غرف عده 19 حل، حاجه ياما يعني برضه، واخد بال حضرتك؟ ايوه. فالموجود بنقضي بيه، انما طبعا لو فرح صغير انا بنجيب الطواجن بتاعتي، يعني ما بنحملش على الزبون زياده عن طاقته يعني. الطبق ده كده يعتبر قد ايه يا شيف حجمه؟ والله يا استاذ علي عشان ما نكدبش عليك انا ما وزنتوش. يعني ده مثلا بس بياخد ده ربع مثلا؟ في واحد اقل منه لا ما يجيش ربع كيلو. ما يجيش ربع، ما يجيش 250 جرام، لا هو 180 جرام 200 جرام. في واحد اقل منه او نفس الحجم بس مطول ومش غويط بيجي لحد هنا كده. يعني ده معقول مثلا لفرد؟ لا حلو زي الفل. او فردين؟ والله حسب اللي بياكل بقى، ممكن يبقى الواحد لوحده ربنا يديه الصحه، ممكن يبقوا 2 3. بص كده يا صالح، انما حضراتكم خطوه بخطوه. بص حمام بخار بتغلي، ضفنا له ميه في الصاج اهو اهو، احنا بنحطه في الصاج يا شيف ونضيف له ميه اهو، اللي يغلي يطلع، اللي يغلي يطلع على طول والتاني ينزل مكانه، اللي يغلي يطلع على طول والتاني ينزل مكانه. انا اهم حاجه عندي هي الارضيه مش الوش، هي الارضيه تكون عاليه، واخد بالك؟ لان هي طبعا والميه تكون زياده في الصاج. وبنطلع ونسيبه نركنه، وساعه ما نحب نطلعها البوفيه بيبقى عندي حله ميه سخنه، بنزود وندخل الفرن في دقيقه تكون سخنه وطالعه البوفيه. اهو، وهنوريها لك ان شاء الله لما تستوي. تمام. دي حاجه حلوه وصنف على البوفيه جديد وحلو، الناس بتنبسط منه. ايوه طبعا يا شيف، احنا بنحط المفروم في الارضيه عشان لما نيجي نقلب. الله ينور على حضرتك. الطبق بيتقلب على وشه، بتشيل طبعا الغطا وتقلبه تبقى المفروم فوق والمكرونه وكده، تبقى حاجه حلوه يعني. هنشوف ان شاء الله يا شيف لما تطلع من الفرن. الصاج لسه طالع من الفرن اهو، شايف الميه اهو. بص كده يا سالي ان شاء الله. بص ملبن، بص كده، بص كده، اللهم صل على محمد. هيتقدم كده على البوفيه. على البوفيه يا باشا اهو. الشيف محمود طبعا هو متخصص مكرونه، انا جايبه صناعي اسمه صناعي مكرونه اهو. كده الشيف هيورينا واحد كمان. بص يا سالي اهو اهو، طبعا ساخن. بص كده مسافه ما تجلي بينزل معاه ما شاء الله. ممكن نعمل 5 6 اطباق لاولادي، وجبه بتعدي في غدا في عشاء ان شاء الله عليها اهو. طبعا دي بتبقى احسن واطعم يا شيف، اللي هي باشا حاجه جديده كمان في الشغل. نيف لازم تجدد، مش هتعمل بصلصه على طول. تسلم ايدك يا شيف. الله يخليك يا حبيبي. احنا معانا النهارده ان شاء الله رز بسمتي، طواجن مكرونه، طواجن خضار، كباب حله، كل فرد لوحده يا شيف. والنواشف. معانا الوجبه عليها صباع محشي، صباع كوسه، صباع جلاش باللحمه المفرومه، حته اللحمه والمعلقه بتاعتي. المعالق طلعت يا رجاله. ده كده الكباب. يلا يا شباب يلا. ده كده البوفيه بتاع الشيف احمد اهوت، شايفين ما شاء الله. الكروسلو، السلطه، الشيبسي، المخلل، طبق الحلويات. كده الناس دخلت اهيت. البوفيه 150 فرد. لو سمحت خش جوه معلش انا اسف، معلش خش جوه يا حاجين. طب اتفضل يا حاجين. تعالى يا استاذ. اطول بوفيه اهوت 150 فرد. كده هنا الطحينه، الرجاله رصايات، الشيبسي، المكرونه. دي المكرونه الفرن اهي، طبعا بتتقلب
بتبقى اللحمه فوق على الوش. وهنا كده الشيف احمد شغال اهو.